ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. البراونيز ليه طرق كتير قوي تعمل بيها، بس احنا النهارده هنعمل انجح واحلى واسهل طريقه براونيز صحيه 100%. لو جربتوها الوصفه دي هتعتمدوها، انا متاكده، لان هي طريه جدا، حلوه قوي، بياخدش وقت لا في تحضير ولا في مكونات ولا في خبز ولا في اي حاجه، وسهل جدا، والنتيجه بتطلع هايله. عندي طبق كبير احط فيه حبتين من البيض، وهحط عليهم ربع كوباية من زيت جوز الهند، وعندي كوباية من الزبادي. دي كده المكونات السائلة اللي عندي. هبدأ أخلطهم كويس مع بعض لغاية ما الزيت والزبادي والبيض يندمجوا تماما مع بعض. بعد كده هبدأ أحط بقى المكونات الجافة. أنا حطيت هنا 3 معالق كبار من سكر ستيفيا. لو عايزين تستبدلوا سكر ستيفيا بربع كوباية من العسل برضو تمام. أنا حطيت 3 معالق كبار، وطبعا التحلية دي برضو حسب ذوقكم. بعد كده هحط رشة من الفانيليا وهقلب كويس. بعد كده هنبدأ بقى نحط المكونات بقى الجافة. عندي أول حاجة تلت كوباية من الكاكاو الخام الغير محلى، وهقلب كويس لغاية ما الكاكاو يندمج تماما في الخليط. بعد كده أنا عندي كوباية من دقيق الشوفان، هنخله كويس جدا. دي كوباية من دقيق الشوفان هنخلها كويس. أنا حطيت نص كوباية، وبعد كده هضيف كمان نص كوباية، وهقلب كويس كده. أنا حطيت الكوباية كلها وهقلب كويس. لو الخليط طلع سائل نوعا ما وممكن عايزين معلقتين كمان شوفان تقدروا تحطوا. بعد كده حطيت نص معلقة صغيرة من البيكنج صودا وهقلب كويس. بصوا الخليط متماسك وحلو جدا زي خليط الكيك بالظبط. لو الخليط ما طلعش معاكم متماسك كده بعد كوباية الشوفان ومحتاج معلقتين كمان تقدروا تضيفوا. بعد كده عندي بقى هنا ميكس مكسرات وزبيب، هبدأ اضيف كده منه 3 معالق وهقلب وهسيب الباقي هرشه على الوش. انا مسخنه الفرن على درجه حراره 170، هيخش حوالي 20 25 دقيقه برضو حسب الفرن بتاعنا. انا استخدمت البايركس وحطيت عليه ورق زبده، وهبدأ اصب الخليط بتاعي فيه. هبدأ اسويه بالشكل ده في البايركس، وبعد كده هبدأ ارش بقية المكسرات، او ممكن تحطوا شوكليت شيبس، الاختيار يرجع لكم. كده انا خلاص زينته ودخلته الفرن على درجة حرارة زي ما قلت لكم 170 لمدة 20 دقيقة. انا خد معايا حوالي 20 دقيقة. بسيبه يبرد تماما، وبعد كده ببدأ بقى افكه من ورق الزبدة وابدأ اقطعه بقى مكعبات كده تكون حجمها كويس. مش قادرة اوصف لكم البراونيز ده ريحته بتبقى خطيرة، ريحته حلوة قوي. طعمه كمان كده مش طعم الكيك، طعمه بنحس كده ان هو رهيب. آه طريقة البراونيز دي حلوة قوي، طري جدا كمان، ومع فنجان قهوة بقى او كوباية شاي كده على الصبح بجد حاجة حلوة قوي. ولو محتاجين كمان تحلية سهلة وسريعة، انصحكم بطريقة البراونيز ده، هشة قوي مش قادرة اقول لكم. الكاكاو كمان كأن احنا حاطين فيه شوكليت كده